شاطر شاطر. النهارده بقى يا حبايب قلبي احنا رايحين نمسح البيت وننظفه علشان هناك كميه تراب وعفار والبلكونات فيها عفار والجزاز وكده، فاحنا رايحين بقى انا وسليمان. قبل ما نبدا الفيديو يا جماعه، قبل ما نبدا الفيديو يا ريت كده تصلوا على النبي، زدنا كمان صلاه، ادعموا لنا بلاكات كتير على الفيديو، لسه مشتركش يشتركوا وفعل الجرس كده كل عشان يوصلكم كل الفيديوهات والروتينات وكل حاجه جديده جايه ان شاء الله. طبعا احنا صورنا معاكم وانتوا شفتوا ان في عفار وفي بهدله وعايز طبعا نظافه. وعلى فكره يا جماعه كده التقيله بس احنا لازم ننضفها. على فكره احنا ده كله بنعمله يعني بنمشي من بيتنا القديم لبيتنا الجديد. بنتنقل كل يوم نروح نعمل حاجه ونرجع، كل يوم الطريق نعمل حاجه ونرجع بس يعني فالموضوع متعب معانا شويه، فمعلش بقى استحملونا زي ما قلنا لكم قبل كده، استحملونا الفتره دي. فيلا بقى هنروح نشتري صابون واريال وحاجات كده ناقصه علشان نمسح بيها، وهناكل السمان الاول، ناكل فول وطعميه سندوتشات عشان نرجع نموت والله. سندوتشات ان شاء الله على ابن على عربيه فول باذن الله. يلا بينا سليمان. بص في طعميه سخنه بتتعمل. طب قول لي يجرمشها. خليه يعمل. انا بصور ليك على فكره بصورك يا سليمان. طب يا شيخ خليه يعمل 7 فول 3 طعميه 3 بيض صح؟ بس تقول لي خلي الطعميه مجرمشه خالص. بصوا يا جماعه احنا واقفين عند عربيه الفول اهي عشان خاطر نجيب سندوتشات فول وطعميه. الله الله الله. بصراحه كنت عايزه انزل اكل هنا بس سليمان قال هنتاخر، في ناس بتاكل غدا، فهو قال لي هنتاخر، لا هناكل واحنا ماشيين في العربيه. الطعميه هو بيعمل الطعميه مبسوط ان هو بيصور. خليه يظبط كده يا سليمان، خليه يعمل الفول بالزيت الحار. الله والله كان نفسي اقعد في الاجواء دي وانزل اكل هنا. مش كنا اكلنا هنا يا سليمان؟ مش كنا اكلنا هنا؟ مش فاضيين. شتك من ضميرك. فاهمة انت؟ يعني نص ساعة مثلا اللي جواتها كنا خدنا فيها قطعنا فيها مسافة بالطريق. ماشي. ورانا عمل شوك، عايزين نتغذى. غزينا عشان ورانا عمل شوك. خليه يحمر الطعمية. خليها بتقرمش خالص. انا مش بحب الطعميه اللي بتكون طريه يا جماعه. هات 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 يا سليمان. الله الله الله. بصل بصل ايه اخضر؟ بصل ناشف يا مروه. بصل ناشف؟ لا اله الا الله. بصل ايه اخضر؟ انا بحلم بالبصل الاخضر مش عارفه ليه. طب يلا تعالى افتح بقى وورينا الجمال ده. افتح انت بقى علشان ان ايه؟ خش طيب. جبت بيض وكل حاجه. الله 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 الله. دي السلطه. سلطه بصل. السلطه فيها بصل يا جماعه شايفين؟ معموله على عصره ليمونه. الواحد شم الريحه جاع اكتر. عمل لك الطعميه بتقرمش. نبي الناس اللي بتستنى جاعة. شايفين البيض؟ بيض وعليه طماطم وصلصة، صلصة بشطة كده. طحينة. وطحينة وزيت اللي هو انت بتقولي عليه زيت الحار ده. ده هنوريكم بس يا جماعة امسك كده. هنفتح ونوريكم وبعدين ايه نكمل كله. ده باين عليه الفول. ترشي؟ عليه الفول، ايوه ترشي. فول بالزيت الحار. الله. ودي طعمية؟ طعمية على سلطة. سندوتش فول مع طعمية. حط هنا. فول بقى. بسم الله. الله. ثم في بتاعه. الشمسة. افتح لي مخلل. مخلل. ليه مخلل؟ ايه هو اللي ليه مخلل؟ مخلل ليه؟
بصل. هو شكله متابعني، عارفين انا بحب البصل. ايوه كده. على فكره بيبقى عندهم بصل اخضر. لا والله مش عندي والله. عربيات الفول دي بيبقى عندها بصل اخضر. مش عندي والله. مش كله. ده شيء اساسي على فكره. مش كله. سالينا انت. مين يا جماعه في مصر ونفسه ياكل على عربيه فول، ومين بره مصر ونفسه ياكل على عربيه فول؟ عشان ما اعمل لكم دي مش شمسه كده. عرفوني كده في الكومنتات. فول حلو صح؟ هتلاقي فول. رهيب. الواحد كان جعان. الاكلات دي اصلا بتاكل. افتح لي الترشي. افتح المخلل ده. احنا داخلين على مهمة صعبة، لازم نتغذى. انا عايز امشي بقى. عارف الاكل ده عايز ايه؟ كوباية شاي من على الطريق كده. لا انا اشرب قهوة، الشاي من على الطريق ما ينشربش، الشاي من القهوة البيت احلى. كفاية عليهم كده صح؟ كفاية عليكم فكرة الأكل كده ولا أنتوا بتحبوا الأكل؟ نعتبر طول ما احنا ماشيين هنضل ناكل في السندوتشات دي. احنا جبنا بالزيادة يعني عشان ناكل طول ما احنا ماشيين. لو كان في سوبر ماركت بقى تجيب لنا منه كيس شيبسي. شيبسي. المناديل دي نظيفة صح؟ خلينا نجرب البيض. دي نظيفة؟ نظيفة كلها دي. جرب كده البيض وقول لي. أنا بقى عايزة أجرب الفول بصراحة. عربيات الفول دي أحلى حاجة عندها الفول. على فكرة يا مان خطير البيض والله. بحبشوه كده. وأحلى حاجة عندهم الفول يا سمان. الفول على عربيات الفول احسن من الطعميه. هم اصلا بيبقوا اساتذه في عمايل الفول. الفول ايوه. في طبخه. هم اصلا ضافوا يعني ايه؟ ضافوا الطعميه دي كده. بس هم اساسا كان العربيات دي مش بتلاقي عليها طعميه. اسمها عربيه فول. ايه خطير صح؟ ايه؟ عيش البلد بلد طازة. حاجة كده تخش في قلبك على طول والله. وهكذا وصلنا يا حبايب قلبي. اخيرا وصلنا. اشترينا سفندي يا جماعه. بصوا السفندي والسفندي قد ايه؟ بصوا 4 كيلو. ومعانا بقى ايه حاجه اللي هنمسح بيها اهو. جبنا فوط وجبنا سبونشات وبريل وداوني وكوليركس وكل حاجه كل حاجه علشان خاطر نبدا المهمه الصعبه. انا بقى جايبه معايا السدال عشان خاطر اغير هدومي دي والبس السدال. وجايبه لك تيشيرت وبنطلون على فكره لو عايز. نعم والله. ده ايه؟ بص يا سليمان، احنا بقى عشان نبدا من فوق. من جوازات البلكونات الاول. ايوه. البلكونات بيبان بالبلكونات واحنا طالعين على بره كده. هنعمل جزاز ونروح ماسكين الحمامات وبعدين الاوض ونروح جايين نازلين لتحت بقى عشان خاطر نبقى عارفين نفسنا هنعمل ايه. خليكم معانا واحده واحده. هنشارك معاكم ان شاء الله. بس ايه هنحاول يعني ايه نختصر لكم يعني ايه عشان الفيديو ما يبقاش طويل. عشان ما يبقاش رخم عليكم يعني. انتوا عارفين الدعك كل حد بياخد وقت والله. يلا ما تفتح يلا يا مدودة. يلا خلينا نفك يا مدودة. ده الفيلا لسه عايزه شغل يوم الشغل. فافر كتير. يعتبر كل مكان فيها عايز كله عايز يتمسح. كله احنا بقى بص
سليمان هناخد اسبونشه وندعك جزات البلكونات الاول لان مش ينفع يتمشى على الفوطه الاول. لا ندعك بالميه على طول. احنا اصلا نسينا نجيب المساحه يا جماعه اللي تنزل الميه اللي لا عادي الميه في كده البلكونات فيها مواسير بتنزل الميه تحت. طب حلو. يلا يا بطل هنفضل لكم نصور بعض بقى كل واحد لقطه لعند لما نخلص لان احنا نسينا نجيب الستاند. لا هي التصوير كده عشان برضه ما يبقاش ممل يعني. لقطات كده. ايوه من فوق الداير الابيض ده. اللي هياخد معانا وقت يا سليمان هم البلكونات دي الجزاز دي. ايوه الجزاز اللي هياخد وقت. لان في شبابيك كده في بيبان كتير انما الحمامات والمسح مش واخد حاجه. احنا بقى ايه كل اوضه هنمسحها نروح مودينها على الحمام بتاعها. والنبي ما رضي يغير. لا شاطر. شاطر يا بطل شاطر يا بطل. بصوا شكل دي كده هتكون غرفتنا. ليه بقى؟ لان احنا هنحط الدولاب هنا. انا حاسه ان العارضه دي عريضه كده نحط فيها الدولاب وممكن نحط التسريحه هنا في الزاويه دي والسرير نحطه هنا. ايه رايكم بقى في التقسيمه اللي احنا عملناها دي؟ بقولوا لي ايه رايكم بقى. ايوه يا مدود ايوه الله ينور. انتوا صايمين الله ينور عليك. هنا هاي الجهاز من بره يا جماعه مش بيبين حد من جوه. المرة كده عشان مش هتطبع تاني هنا صح؟ ايوه صح كده يا مدودي. شايف حاسه الفوطه قدامي مش لا الفوطه التاني مش بتنشف. في فوطه تاني. نسيت اجيبها من تحت. هجيبها ليك دلوقتي. بص احنا جربنا عليه ميه جرب كده عشان عشان ينزل كل حاجه. الصابون ده كله ينزل. هات من فوق هات من فوق يا مدودي. ايوه كفو عليك. كل واحد فينا بيعمل حاجه كفو عليك علشان ننجز. عايش احنا كده يا جماعه خلصنا البلكونات وطول الاوضه دي. انا كده دخلت على الحمام علشان يكون ايه ناخد اوضه على قسط ونقفلها ونكمل الاوضه التانيه. الله ينور عليك يا مدودي الله ينور. ايوه انا شغال برضه يا جماعه معاك بس يعني ايه كلنا بنساعد بعض. باخد اللقطه كده. اللي فوق ده بقى يا سليمان بالمجشه هنحط فيها صابون ونزعق عشان مش هنطوله اصلا يعني. ماشي يا مدودي كده بقى. الله عليك يا مدودي الله. امال ايه يا ابني؟ احنا فرحانين فبنعمل الحاجه بحب. طبعا امال ايه؟ فاهمين يعني تعبانين وكل حاجه ومرهقين وكده بس في نفس الوقت مبسوطين. طبعا. في اسمنت كده لازق على السيراميك وفي اسمنت ابيض. على فكره الاسمنت ده كان عايز ايه؟ كان عايز حاجه من زي المقطع دي السكينه زي مقطع الكنافه كده. السكينه عادي. احنا هو احنا لسه مش هننضف تاني؟ لا ما هننضف تاني بس احنا ايه نعمل الاساسيات عشان نجي نعرف نقعد بس. الله ينور يا مدود الله ينور. والله الزمن ده بايدينا. شايفين يا جماعه الاطفال قد ايه؟ زرعنا الشوق. هنحط على الارض بتقول بس الجزاز بقى حاجه. الجزاز بقى حاجه. على فكره تعبنا وخدنا وقت. الجزاز ده هو اللي خد وقت يا جماعه. هو اللي بياخد وقت ايوه. لانه بينزعج مش هيجمع بالفوط. برضه الارضيه مش عارفه فيها ايه كده يا سليمان.
معجون وحاجات، فاهم انت؟ اللي كان بيعمل الشغل ده بتطلع من المشاهد وهي يعني عادي، اللي كان بيعمل الحاجات دي مش فرش حاجه على الارض، المفروض يفرش حاجه، بس هنا يعني ايه مش في رقابه، فاهم انت؟ الله ينور الله ينور. بصوا كده جلبوباتي دي الاوضه اهي خلصناها، شايفين بقت بتبرق برق الاوضه والبلكونات. بصوا البلكونات خلصت برضو والحيط بتاعها اهو نظيفه ازاي، والاوضه الصغيره التانيه برضو خلصتها. سليمان عمل شباكه وانا عملت الارض والحمام اهي. بصوا النور بيعمل ازاي لما بنيجي نصور. لسه بقى الصاله، دي الصاله اهي. الصاله طبعا انتوا شايفينها متبهدله ازاي. سليمان عمل الجزاز بتاع البلكونه وانا لسه همسح البلكونه وهمسح الارض وهو بيعمل في البلكونه دي اهو. دي يعني الاوضه دي اخر اوضه في الدور، وهناخد بقى ايه الصاله ونبقى كده ننزل لتحت. بس بوريكم وصلنا لفين عشان تكونوا عارفين احنا ماشيين ازاي. على ما هو يخلص الجزاز ده هروح انا ماسحه البلكونه دي عشان كل البلكونات اللي الناحيه دي كده تكون خلصت، واخش بقى على البلكونتين دول واروح جايبه كده الاوضه دي على الحمام. شكلك تعبت يا مدودي. والله العظيم. ها؟ الواحد انهلك ولسه الدور اللي تحت ما عملناش فيه اي حاجه. صح؟ لا الموضوع صعب بصراحه. وريهم بقى مر لهم مره كده على الحمامات وعلى الاوض بقى، علشان ايه احنا كده هننزل لتحت. هصور همسح لكم السلم واحنا نازلين بقى لتحت كده. تعالوا يا جماعه. خلاص كده يا جماعه يعني الموضوع. بصوا دي كده الصاله. مره سريعه كده. دي كده الصاله. ويا مدودي. بصي يا جلبوباتي الصاله دي احط فيها ايه يا جلبوباتي؟ مش دلوقتي يبقى نقول لها احط لها، نقول لهم المره الجايه انا نعمل فيديوهات عليه غير ان احنا نقول لهم. بصوا يا خش كده 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 كده. شغل النور يا مروه. حمام نظيف كل حاجه نظيفه. خش بينا على الاوضه الثانيه الثانيه. دي اول واحده بدأنا فيها. دي اول واحده دي. بصوا شوفين الجزاز انتوا كل حاجه. ها يعني ايه مره سريعه كده. البطل مر من هنا اهو. اهو حاجه ايه. يلا بقى فيه عشان خاطر مش هنطلع لك تاني. الله ينور يا مدودي. شايفين يا جماعه كميه العفار والوساخه اللي على الرخامه والمطبخ. كفو يا مدودي. ايوه يا مدودي كده. كده بقى ايه تنتظروا روتينات قويه من مدودي من الاخر. هعمل لكم ايوه كده خلاص. اي حاجه تقف في المطبخ يا مدودي حط كاميرتك وشغل على طول. ماشي. بس هما بقى بعد كده ايه يشجعوني. ايوه ما لازم يشجعوك. امال ايه؟ عشان خاطر ايه الفايده تصوير بدون تشجيع؟ اعمل لكم احلى فيديوهات على قناه المطبخ. بس عشان انا كان اصلا نفسي في مطبخ مفتوح زي كده ما بقول لكم. الحمد لله يعني واحد صبر ومال والله. الحمد لله اللهم لك الحمد. ايوه انا بقى همسك ضرفه من دي واغسلها من جوه على خاطر كلها تكون جاهزه معايا على الفرش ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. كده انا بقى خلصت الخشب من جوه كله. بقى على بقى الرخام ده. لو كده دعكها بالسلك يا ام ادم. لو عليها حاجه لازقه ولا حاجه. عليه بس بتطلع يعني. تطلع ولا اجيب لك حاجه؟ ما يكون شاي ده كانوا عاملين شاي. حد كان عامل شاي ووجع يعني. عايزه تخمر. امال السلكه الخشنه فين؟ موجود. بصوا السلكه دي ادمان يعني
السلكه دي حرفيا لازم تبقى موجوده في كل بيت والله. فظيعه، تطلع اي حاجه. دي اللي انا دعكت لك بها البوتاجاز. فاكره؟ مره عملت فيها كب بوتاجاز، البوتاجاز دعكه. طب يلا بقى ادعك الرخام. بتطلع اي حاجه السلكه الخشنه دي بصراحه. لو الرخامه مش هتقدر عليها سيبها لي. انا بطلعها. يعني لو مش هتقدر على اللي فيها دي. لا والله هو على فكره استمان والله احنا الاثنين بنعمل مع بعض. طبعا لازم احنا ايدينا في ايدين بعض يا جماعه، مين يقف معانا غير الواحد ومرته. بس اقف كده واعمل لك الاكل. ايه رايكم بقى؟ بجد اللي مش عنده مطبخ مفتوح في الصاله فايته كتير. صح؟ يعني حتى اي حد يفكر يعمل بيت جديد او ينقل او كده، خدوا بالكم من خطوه ان انتوا تبقوا عاملين مطبخ في الصاله زي كده. تفرق في كل حاجه بصراحه. مش عارفه ايه اللي لازق ده. ده معجون وحاجات ولزق لا شاي، تفل شاي. شاي؟ اعتبر بتاع احمرت كده زي الشاي. شوف الواحد عايز يشرب كوبايه شاي مظبوطه. نسينا نجيب معانا شاي وسكر، بكره بقى نجيبه معانا. بكره نجيب معانا شاي وسكر وبراد وكوبايات عشان ايه؟ بس هنعمل فين؟ فين يا اخويا النار بقى؟ هنعمل 10 دور جو. هنجيب معانا شعلة. فين الشعلة؟ عادي ما عليك انت. شعلة ما عليك. هنجيب معانا البتاع اللي بيجي على الكهرباء ده. عادي يعني. موجود يعني. الله ينور يا بدودي. شاطر شاطر. دي بقى طلعها على بره. النص دي كده نطلعها على بره، والنص دي كده ايه على المطبخ. بصوا انا مسحت غسلت هنا وشديت الميه بصابون، ولسه بتدجلب ميه عشان اشطف بقى. كده البيبان خلصت والشبابيك هنا وكله اتلمع. لسه هتلمعوا. بصوا المطبخ بقى يبرق برق. ايه يبرق دي؟ بصوا الرخام بقى ينور ازاي. انا خمرته لسليمان وهو دعكه بالسلكه الخشنه دي كده. اللي من قدام السلم النص دي كده على بره. من هنا كده. لان الميه ما بتمشيش الناحيه دي في الصاله. وهالمطبخ نظيف بس لسه الارضيه. شايفين التراب قد ايه والعفار عملتنا ازاي. الريسبشن طلع كبير برضه يا جماعه. احنا الفرش يا جماعه هيعوز فرش كتير. هو بقول لك على جدك. حلو واحده هنكمل. احنا يعني واحده كده هنعمل عشان احنا ايه يعني ربنا يعلم بينا، مش عايزين نجروا احنا بنعمل واحده. ايوه معاكم يعني ان شاء الله. ان انت هتقول عليه حط هنا حاجه بعدين نجيبها مع بعض. هنشارك في حاجه. ايوه اهم حاجه نستقر بس عشان الاولاد والمدارس والشحططه والكلام ده. بعد كده ربنا كريم مش بينسي حد والله. ولسه برضو بره الحته بره مليانه طين. يعني المدخل ده كله بتاع بره ده كله مكان العربيه كده بده يتمسح. شايفين الجو ضلم ازاي؟ بس انجزنا صح يا سليمان؟ وحياة ربنا احنا ما قعدنا خالص ولا شربنا ميه ولا حتى شربنا بوج ميه. شاطر هتعوز لها شطفه كمان لسه. يا سليمان واخيرا خلصنا جوه وما عادش الا بره. امال ليه مش انت سايب الخرطوم شغال في على الزرع؟ عادي. طب ما تشد بيت تند الاول. جديده بس مش الرمل بس. الرمل ده شايفين هو بيسحب الاول الميه اللي مش نظيفه، بعد كده ايه هيحط ميه نظيفه. تصدق المنظر خرافي يا سليمان؟ مش تحسوا براحه نفسيه كده يا جماعه مع صوت الحمام السباحه كده؟ ايه
في اختلاف كبير. لا في اختلاف فعلا والله العظيم. بصوا احنا بجد يعني بنعمل اقصى ما في جهدنا ان ولادنا يقعدوا في مكان حلو واحنا برضه نقعد في مكان حلو ونرتاح فيه نفسيا، وغير كده نقدم لكم جودة تصوير حلوة، مناظر حلوة في التصوير تشوفوها. انتوا فاهمين قصدي؟ يعني الموضوع مش علينا احنا بس والله، لا 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 خالص. الموضوع برضو ان انتوا تبقوا قاعدين عينيكم مستمتعة بالمنظر، شايفين حاجة نظيفة، شايفين حاجة حلوة. احنا بنسعى على كده دايما على فكرة. يعني في ناس دلوقتي هتقول طب احنا استفدنا ايه؟ ما احنا مش عايشين. ماشي انت مش عايشة، بس تفتحي تشوفي منظر نظيف، شكل حلو، شكل مثلا مش تشمئزي منه، فيديو مش تتضايقي منه وتطلعي وتاخدوا برضو فكرة وتعيشوا معانا. انتوا فاهمين يا جماعة؟ يعني في حاجات كتير يا جماعة، حاجات كتير والله. والله يسعد كل واحد بيتمنى لغيره السعادة، والله يرزق كل واحد بيتمنى لغيره ان ربنا يرزقه ما بيقطعش رزقه. فالله يرزقكم يا رب ويسعدكم زي ما بتسعدونا بكومنت ايجابي كده زيكم. بصوا الصلاة خلصت ازاي، بقت تتلمع ازاي ما شاء الله. شايفين بقت نظيفة، شايفين السيراميك بيلمع بنور كده. ما عادش الا الحته اللي بره، وهنروح بقى نروح علشان خاطر الولاد. شايفين الجو والله على شكل الخضره كده يا سليمان، خطيره. اه والله بحب انا الخضره دي على فكره، بتديكوا احساس راحه نفسيه كده وانتوا بتبصوا. ان شاء الله هنعمل معاكم اقوى الفيديوهات واقوى الافكار، وكل حاجه انتوا كنتوا بتطلبوها منا هنعملها. وان شاء الله يعني ايه بنفس حلوه بقى هنعملها لكم واحنا كده مستمتعين واحنا بنعمل، مش مجرد فيديو بنعمله وخلاص. يلا هسيب بقى سليمان يكمل انا عشان ايه مش هعطله.